أول شيء عندنا الكباب، كيلو ونص يحتاج شحم 300 جرام. الفرمة الأولى الحين بنفرم مرة ثانية. هذه الفرمة الثانية الحين فرمناه مرتين. نحط عليه ملح ناعم ملعقة صغيرة، ثوم ملعقة صغيرة، بهارات البيضاء ملعقة صغيرة، فلفل أسود ملعقة صغيرة. الحين بنخلطها الحين مظبوط. خلي أهم شيء يتداخلن البهارات. الحين ندخل الثلاجة تبرد شوي، ثم نحطها بالأسياخ إن شاء الله بإذن الله. نحط الكباب الحين بسم الله. ناخذ لنا أول شيء نحط اللي بالماء شوي، ثم ناخذ كمية كبيرة شوي نحطها فوق. البداية نسكر تسكير البداية، وبعدين تمشي الإبهام والسبابة تمشي عليه بهالشكل خلاص تثبت منك. بس أنت لازم تكرر إنك تحط بيدك ماء علشان تضبط تمسك. طبعا الحين خلصنا لازم ندخله بالثلاجة عشان تمسك صح، ما تطيح معك أثناء الشوي. هذا كباب وشو تبارك الله، وشو الكريم. الله